السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. النهاردة في فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. النهاردة بقى روتين تنظيف عميق، بس مش عندي، في شقة والدتي. الشقة دي جنبي في نفس المكان اللي انا فيه. طبعا هي قاعدة في مكان تاني، فبتيجي كل فترة كده تقعد هنا. فالشقة دي بقالها اكتر من 3 شهور مقفولة. عايزة اقول لكم كمية التراب، رغم ان انا قافله الشبابيك كويس، بس معرفش التراب ده كله جاي منين. بصوا كده، العفش كله تراب والحيطان. وبصوا السيراميك، تعالوا اوريكم كده حته. بصوا السيراميك، الفرق من هنا وهنا. بصوا كميه التراب عامله ازاي. يعني مش عارفه بصراحه، يعني انا كنت شايله هم الشقه دي هتتنضف ازاي. وهنا طبعا النطره كانت طبعا منطره، ومع التراب لزق في قلب السجاد. بصوا، بهدل طبعا التلاجة والستاير وكل حاجة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هنروق بقى ونشيل الكراكيب دي كلها كده. ودي كده الأوضة التانية. احفظوا شكل الحاجة، لان انتوا هتشوفوا بقى تغييرات بعد ما نروق. يعني شوفوا كده، احفظوا الاماكن، لان انا هبدل كمان اللي هي العفش. يعني هبدله عشان ايه، هيعمل بقى يعني وسع كده في الأوضة. ده طبعا المطبخ برضو تراب. هنا بقى كنت لقيت الشباك المطبخ مفتوح، مش عارفة احنا نسيناه ولا ايه. فهنا بقى كنت بقفله. ما كانش راضي يتقفل معايا بسهولة. المهم تعالوا بقى نشوف. بصوا حتى انا قافلة البوتاجاز برضو عليه تراب. هنبدأ بقى كده نخش بقى على الاوض. هنا انا وريتكم قبل. احفظوا كده شكل الحاجة. طبعا هنخلع بقى الستاير، طبعا كله عايز يتنضف. طبعا شغلت بقى الغسالة وانا بروق. كل اللي اخلعه اغسله. هنا روقت اول اوضه زي ما انتوا شايفين كده، ونقلت الكنب. بدل ما كان جنب قصاد بعضه خليته جنب بعضه طبعا. وايه، فرشت له فرش نضيف، وما طلعت مفارش جديده. ودي التلاجة اللي كانت في البلكونه دخلتها، لان هي كانت هتبوظ من النطره. غسلتها كويس، ونقلت هنا التلفزيون زي ما انتوا شايفين كده. وحطيت الحافظه الجديده دي. الحافظه دي كانت اول مره افرشها. تمام. وظبطت الدنيا كده في الأوضة، وبقت زي الفل. طبعا غسلت برضو الستاير وحطيتها. هنا بقى البلكونة اللي انتوا طبعا كنتوا شايفينها. الحصيرة دي برضه كنا لسه جايبينها، فدي برضو اول فرش ليها. نفضت بقى البلكونة. يعني عايزة اقول لكم، هي الشقة كانت محتاجة مكنسة تسحب التراب ده كله، بس للأسف ما كانش فيه. هنا بقى شلت مكان التلاجة. حطيت بقى ايه، اللي هي كان فيه قفص بتاع عيش، والمنشر بتاع الغسيل والأنبوبة. حطيتهم ورا كده في آخر الركن كده. وقدامهم الكرسي للي عايز يقعد بقى ايه في البلكونة كده، يبقى ايه يستجم كده، مفيش بقى كركبة ولا الكلام ده. طبعا ستاير البلكونة لسه مستنية حد بس يجي ايه يشيلها لي، وهغسلها واعلقها على طول. هي هتنشف يعني، وهي ايه مبلولة عادي يعني. طبعا هعصرها كويس. تمام. هنا خلصنا ايه الجزء ده اللي هو الأوضة ام بلكونة. طبعا الصالة لسه بقى، كل اللي بره ده لسه ما اتعملش فيه حاجة. قولوا لي رأيكم بقى، ايه رأيكم في التغيير؟ وكده احسن، والنظام كده احسن ولا الاول؟ اهو زي ما انتوا شايفين. وايه رأيكم؟ هنا طبعا الصالة مسكت بقى السجاد بالمقشة كده والبريل، نضفته. بصوا كمية التراب اللي طالعة من السجاجيد. يعني عايزة اقول لكم، انا مش عارفة اقول لكم اليوم ده عدى ازاي اصلا. تمام. طبعا كنت بقى شلت طبعا الفرش بتاع الكنب وفرشته، ورفعته عن الارض كده عقبال ما اغسل بقى السجاجيد. استنى هتشوفوه دلوقتي اهو.
تمام. وفرش برضو الكراسي شلته كده وركبت بقى برضو مكانه نضيف. وهنا بقى بعد ما طبعا خلصت السجاد دخلت بقى على الأوضة. ده التصوير ده كان تاني يوم بعد ما خلصت. طبعا الغسيل المحطوط ده الغسيل اللي كان آه اللي كان قبل كده، اللي انا غسلته ونشرته. طبعا لميته وحطيته بقى ايه، لسه هطبقه كده. هنا زي ما انتوا شايفين الكنبة كانت مطرح الدولاب، والدولاب ده كان ورا الباب. يعني رجعوا كده للجزء بتاع الأوضة دي هتلاقوا فيه تغييرات جديدة يعني. تمام. هنا الأوضة بقى حسيت ان هي وسعت اكتر، وحطيت هنا الكرسيين دول. وهنا حتة مطبخ كده حطيتها ورا الباب، وسعت دخلة الباب عن الأول. وكده الدولاب، عايزة اقول لكم الدولاب ده كان معمول الأول كان ظرف، واحنا حولناه ان هو يبقى جرار. طبعا لسه عايز يدهن، هنجيب له شوية لاكيه بقى يدهن كده. وغيرت بقى فرش السرير، فتحت كده الشبابيك كده الأوضة تهوي. فرشت بقى السجاد. وهنا كانت في كبرتة كده عندي، يعني ما بنستعملهاش كتير، حطيتها كده فوق السجادة عشان حتى ايه يعني تحفظ السجادة من ان هي تتوسخ. تمام. عايزه اقول لكم ان انا بعد كده نقلت حته المطبخ اللي هي ورا الباب، حطيتها مكان الكراسي. ونقلت التلفزيون اللي هو في اوضه البلكونه في الاوضه دي، لان طبعا اللي بيبقى قاعد هنا نايم بيبقى عايز ايه يعني يتفرج على اي حاجه كده وهو نايم. بقت الأوضة أحسن كمان من الأول. هبقى أصورها لكم برضو في فيديو تاني. هنا بقى بعد ما خلصت طبعا الصالة مسحتها، وقمت بقى فرشة السجادة من تحت، وحطيت عليها الحافظة دي. دي حافظة مش سجادة. الحفاظات دي اسمها جبلان، عايزة اقول لكم حلوة جدا، وما بتتحركش من على السجادة، يعني مش اللي هي بتروح وتيجي معاكي. تمام. وهنا بقى ظبطت ايه، هنا نقلت طبعا الترابيزه دي كانت في الركن ده. فانا نقلتها الناحيه دي هنا على الحرف، وزقيت كده الكنبه بحيث ان هي تدي ايه حرف ال كده كانها ركنه. تمام. وظبطت طبعا ايه مكتبه التلفزيون دي، ظبطتها برضو كده. والدنيا بقت رايقه معايا ومفيش اي مشكله. بصوا بقى، تعالوا بقى نشوف. هنا شلت طبعا حصيرة لان انا كنت نشرة السجاد، فطبعا كان هيغرق لي الحصيرة. وهنا بقى كنت خلعت الستاير وغسلتها ورجعت نشرت يعني علقتها تاني. بصوا بقى النظافة حلوة ازاي. هنا السجاد اللي انا غسلته سايباه بقى ينشف. وبعد كده يعني هفرش الحصيرة اللي هي دي تاني. خلاص مفيش مية ولا اي حاجة. هنا بقى كنت فرشتها، وخلاص كده المكان معايا بقى زي الفل. فعلا النظافة راحة. انا عموما ما بعرفش اقعد في اي مكان مش نضيف. طول ما المكان مش نضيف انا ما بعرفش اقعد فيه. انضفه الاول وبعد كده اخد راحتي بقى في القعدة براحتي. دي حتة موكيتا كده، دي كانت مفروشة في الأوضة اللي جوه. طبعا غسلتها ونشفت خلاص. وهنا اتمنى بقى ان الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير. واستنوا الفيديوهات الجاية ان شاء الله هتعجبكم. مع السلامة.